تفاصيل مفاوضات يوسف البليلي مع الزمالك حتى الآن وموقف اللاعب. تحدثت مصادر من داخل نادي الزمالك عن حقيقة مفاوضات القلعة البيضاء مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف البليلي من أجل ضمه إلى القلعة البيضاء خلال الموسم القادم. يأتي هذا خاصة وإن في تقارير إعلامية ربطت بين اسم يوسف البليلي والانضمام إلى الزمالك خلال الموسم القادم. المصدر من داخل نادي الزمالك تحدث أنه لم يحدث تفاوض بشكل رسمي، ولكن كان هناك استفسار من النادي للاعب ووكيله عن الأمور المالية المطلوبة من جانب اللاعب للانضمام إلى الزمالك، خاصة وأن يوسف البليلي حر عقب تركه لناديه الفرنسي ويترقب مصيره بيده خلال الموسم القادم، ووجهته الغالبة ستكون في دولة عربية خليجية. مصدر من داخل نادي الزمالك أكد أن يوسف البليلي طلب الحصول على مبلغ 800 ألف دولار سنويا، وأن اللاعب يرى أن هذا المبلغ ليس كبير خاصة وأنه سيكون صفقة حرة. وتابع المصدر من داخل الزمالك أن هذا الرقم تم رفضه من جانب إدارة النادي، وتم الحديث مع اللاعب من أجل تخفيض هذا المبلغ، وحتى الآن لا يوجد جديد في هذا الملف في ظل حديث عن مفاوضات أخرى للاعب مع أندية أخرى.